شي قلب عليه ولا شي لعيبه اللي بغاه اللي ملاشي شي هو العيشة قنديشة، الباشا حمو، مليكة، ميرة، شمهروش، ميمون والبوهالي، ملوك الجين السبعة. واش بصح كاينين، واش بصح كيجيبوا الخير والشر. أيمن سيمباي شخص غني عن التعريف ومن لا يعرفه. غير من هاد الاباوق اللي عرفوا شكون يكون هنايا. هنا كانوا الدراري الصغار مساكن، الدراري الصغار كاملين اللي مشاو ضحيه ديال تشيرنوبل. كانت هادي المدرسه ديالهم. شوفوا الصوت مني جا الاخوان. والله شا سمعت شي حاجه في هاد العشق. هذه ماشي شي قصه الرعب ولا شي قصه قديمه، ولكن غادي نهضروا على هاد الدري مسكين ونعرفوا اش وقع له وكنا غادي ندعيو له بالشفاء. ايمن سيمباي كان كيتعتبر من توب 10 في المغرب صناع المحتوى، والمحتوى ديالو كان هو تحضير الجن والتواصل معه، وبزاف ديال الحاجات فيهم الرعب اللي كانوا كيحققوا الملايين من المشاهدات. وهنايا غادي نعرفوا القصه كيفاش وقع عليه داك الشيء وشنو هو السبب اللي خلاه يوصل لداك الشيء. هاد السيد هذا اللي غادي نوريكم دابا كان كيسافر بزاف ديال البلدان، وكان كيمشي بزاف ديال الاماكن المهجوره باش يعرف اشنو طاري فيها، وبزاف ديال الحوايج يزيد يوريهم لنا في الفيديوهات اللي كانت تيحط وكانوا كيضربوا الملايين ديال المشاهدات كما قلنا. وقبل ما يبدا ايمن يمشي لهاد الاماكن ويعرف عليهم شي حوايج، كان تيدير واحد التعليق على واحد الالعاب بحال سلايتون تير وسلال ديرمان، ولكن واخا هكاك ما قنعاشش ديك الحرفه. قرر يدير هذا المحتوى ديال تحضير الجن والتواصل معه. شوف معايا في هذا الفيديو شنو غادي يوقع. أجب دعائي يا طيطائيل واحضر معي يوم التنين. أجب وتوكل بذلك وكفى. كرسي تحرك. كما شفتي هذا النيفو هذا راه صعيب على شي واحد يوصل له ولا يكمل فيه ولا كاع يبداه. وهنايا ايمن كما قلنا غادي يبدا يسافر بزاف ديال الاماكن وبزاف ديال الدور غادي يبدا يدخل ليهم اللي مهجوره، وصعيب ان شي واحد يدخل ليهم ولا كاع يدوز حتى حداهم. وهنايا من بعد ايمن ما مشى في هذه المسيره هذه، الفيديوهات ديالو بداو كيضربوا الملايين ديال المشاهدات، والشهره ديالو زادت معرفه اكثر من اللي كانت من قبل. وواحد النهار قرر يدير واحد التحدي، وهذا التحدي هو يقرا واحد الكتاب. هذا الكتاب كان سميتو شمس المعارف الكبرى، والتعريف ديال الكتاب هو غادي يقول لنا ايمن دابا. العيشة قنديشة، الباشا حمو، مليكة، ميرة، شمهروش، ميمون والبوهالي، ملوك الجين السبعة. واش بصح كاينين، واش بصح كيجيبوا الخير والشر. كما سمعتوا راه هي السميه ديالهم راه كتجيب التبوريشه وطلب التسليم. من بعد واحد المده دازت 5 شهور على داكشي اللي كان تيدير ايمن، موراها مسح ديك لاباج ديالو اللي كاين في الفيسبوك وحتى اللي كاينه في يوتيوب. من بعد ديك المده حل واحد الشيء جديده، ولكن ماشي بحال الاول. هاد الشيء اللي حل كان كيهضر فيها على محتوى ديني وقيم اسلاميه وشعر، كيفاش تكون غادي في واحد الطريق ومتراصي فيها حياتك وما بين الليل ونهار تمشي في الطريق الاخرى وتمسح الطريق اللي كانت من قبل. ما داز بزاف ديال الوقت، موراها تقريبا مشى شهر حط بزاف ديال الفيديوهات، وحتى ديك القناه كندير فيها الدين حتى هي مسحها، والسبب علاش ما عرفناش. ومن بعد واحد الشهر من مسح ديك القناه ديال الدين حتى هي غبر موراها لمده تقريبا شي شهرين، حتى واحد النهار غادي يخرج واحد الفيديو واللي يدير بوم في المغرب. ها هو غادي نشوفوه دابا. واللي ما بقاش يعز القوم يديرها مع الماء سخون بزاف ويخليها تطلق، يحطو يبرد ويشرب ديك الساعه ديك المويه. ديك الساعه بصرك يومئذ حديد. نعطيك نهار واحد البصر ديالك حديد. دابا راه المغاربه كاملين البصر ديالهم حديد، كلهم في الكينجيتسو، يعني تكون 24 ساعه اللي يخرج. كما شفتوا راه من الحاله ديالو باين ان السيد مسكين راه ماشي عادي، وكلش اللي تيقول، كاين اللي تيقول سحروا ليه، كاين اللي تيقول راه حماق، وكاين اللي تيقول راه قاصو شي حاجه من دوك الاماكن المهجوره اللي كان تيمشي ليها. وهذا الفيديو حاليا اللي دابا راه مشهور راه في قنيطره، ولكن ايمن ماشي ولد قنيطره، هو راه ولد الرباط. ولكن في ديك الحاله كيفاش وصل من الرباط حتى لقنيطره وهو هكاك. ولكن من بعد ديك الحمله اللي دازت كاع الناس اللي في قنيطره تعاملوا معاه وتعاطفوا معاه وشدوا له طاكسي من قنيطره حتى للرباط. ومن بعد واحد المده صغيره من البحث خرجت واحد الفنانه بواحد ستوري في انستغرام عايده خالد كتقول فيه
تم العثور على ايمان سيمباي. دابا الحمد لله شكرا لكل من تعاون وقدم المساعده. موراها ماشي بزاف واحد السيت اللي دابا راه معروف ما غاديش نقول الاسم ديالو هنايا اتصل بالاخت ديال ايمان سيمباي بدا كيسولها على الحاله ديالو كي بقات وكي ولات. قالت فيه الحمد لله دابا راه مزيان ورحنا غاديين معاه وكنتابعوا معاه. وبزاف ديال مواقع التواصل خرجوا بزاف ديال الهضرات وكلش نمشي نقول فيه. كاين اللي كيبغي يتعمق في داكشي اللي كنت يدير وكاين اللي كيبغي يهضر باش يزيد يطلع. وبسبب هاد الفضيحه هادي اللي وقعات مع ايمان سيمباي كلشي بدا كيتعلق في داكشي ديال الجن. واش زعما في نظرك غادي يكون داكشي اللي كنت يدير هو اللي وصلوا لهذا الشيء؟ دعيو ليه بالشفاء. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.